سبل الهدى والرشاد. الرابع في أن الله تعالى تبارك وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. رواه الطبراني بإسناد حسن، وابن السني في معجمه، وأبو سعيد النيسابوري في الشرف، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله قال لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. يقول رواه الطبراني بإسناد حسن. وهناك كثير من المصادر، لا داعي أن أطيل عليكم. هذا أيضا مصدر أخرجه الطبراني بإسناد صحيح على شرط الشيخين. الثغور الباسمة أيضا نفس الشيء، أخرجه بسند حسن. مجموع زوائد أيضا إسناد حسن. مجموع زوائد أيضا تحقيق آخر إسناده حسن. إذن رسول الله يقول أن الله سبحانه وتعالى يغضب لغضب الزهراء عليها السلام. إذا كان أمير المؤمنين وهو الراوي يقول: وعن علي قال، إذا كان أمير المؤمنين يعلم أن الله غاضب يغضب لغضب الزهراء، فلماذا تركها تموت وهي غاضبة؟ لماذا تركها تموت وهي غاضبة على أبو بكر؟ تركها أمير المؤمنين تموت وهي غاضبة لأنه يريد أن الله يغضب على أبو بكر. لماذا؟ لأن أبو بكر عند أمير المؤمنين منافق خالص، ولست أنا من يقول، كتبكم إليكم الدليل. صحيح كذا وكذا. الإيراني الفارسي يقول: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خائنان، وإذا حدث كذب، كاذبان، وإذا عاهد غادرا، وإذا خاصم فجر. أين نجد هذا؟ صحيح ابن حبان نفس الحديث، ظالما فاجرا. إذن أمير المؤمنين يرى أبو بكر منافق خالص. أين مكان المنافق يا عباد الله؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن أمير المؤمنين يرى أبو بكر أنه منافق خالص، يراه في النار عند علي والزهراء عليه السلام. فمن يتصل ويجيبنا على هذه الإشكالات؟